اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم الشاورما السوري بطريقة سهلة وبسيطة جدا. والطريقة دي بقى أو الشاورما عموما بقى دي بتبقى الراعي الرسمي لخروجاتنا ساعة ما بنخرج عايزين سندوتشات شاورما سوري. إن شاء الله هعملها معاكم بإذن الله النهاردة بنفس الطعم اللي بناكله في المطاعم السوري بره. بإذن الله هيبقى سهل وبسيط ان شاء الله، يا رب تبقى وصفة خفيفة كده عليكم ان شاء الله. كان معايا كيلو من صدور الفراخ البانيه، قطعته كده شرايح، غسلته الاول بالليمون وصفيته وبعد كده قطعته شرايح. تعالوا ما نعمل التتبيله سوا. معايا 4 معالق من الخل ومعاهم 4 معالق من الزيت. تمام تمام. ومعايا معلقتين من الصويا صوص، ايا كان نوعه بقى اللي بتفضليه، غامق او فاتح مش فارقه. آه، ومعايا معلقة من الصلصة ونص معلقة من هريسة الشطة. 4 معالق زيت، 4 معالق خل، معلقة من الصلصة، معلقتين من الصويا صوص، ومعلقة هريسة شطة اختياري براحتك. ومعايا كوباية زبادي، ومعايا معلقة زعتر، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة من الكاري، ربع معلقة من القرفة البودر، معلقة من الكزبرة الناشفة، ربع معلقة من الجنزبيل وده طعمه مهم جدا، معلقة من البصل البودر، ومعايا نص ليمونة. تمام كده. هبتدي ان انا اقلب المكونات دي بتاعتي مع بعضها، وهضيف عليهم فصين من التوم حجمهم وسط، ومعايا كمان ملح وفلفل وبابريكا. اللهم بارك، التتبيلة دي في منتهى الجمال، في الاخر هتطلعي بنتيجة جميلة جدا. والله مش بشكر في حاجتي ولا حاجة، لكن التتبيلة دي جربيها وان شاء الله هتيجي تقوليلي الطعم تحفة. هنزل بالتتبيلة ديت على الفراخ المتقطعة شرايح زي ما احنا شايفين مع بعض، وهسيبها تتبل شوية. والافضل بقى انها تبات في التلاجة ليلة كاملة، هتطلع بنتيجة تحفة. انا بصراحة ما بيتهاش، انا سبتها ساعتين وابتديت ان انا اعملها على طول في نفس اليوم يعني. اهم حاجة الطاسة بتاعتك سخنة جدا، والزيت ضيفي فيها في القلاية بتاعتك معلقتين من الزيت، وانزلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وانزلي بالفراخ المتبلة دي. بس اهم حاجة زي ما اتفقنا النار بتاعتك عالية جدا، والقلاية بتاعتك تكون سخنة. ولو عايزة نفس الطعم اللي بره، ضيفي بقى المرقة الفورية ديت، مرقة دجاج، بتديكي نفس الطعم بتاع المطاعم. المرقة الفورية، ودي بقى الوصفة دي من قلب المطعم السوري نفسه يعني. التكاية دي خصوصا يعني اللي هي المرقة الفورية البودر. بعد كده معايا حبيتين من الفلفل الالوان وبصلايه صغيره كده قطعتها جوانح، وهبتدي ان انا اضيفها على الفراخ بتاعتي بعد ما تكون تماما استوت تماما. هنزل بقى بالخضار بتاعي ده يا دوبك تقلبتين واطفي عليه، لان انا عايزاه يكون مقرمش برضو معايا، مش عايزاه يبقى مهري كده في الساندوتش. تمام. هنعمل التوميه على ما التتبيله بتاعتنا او على ما الشاورما بتاعتنا تبرد. معايا كوبايه ونص من الميه، عليهم 3 معالق من النشا، والمعالق كبيرة وهرمية، وهبتدي ان انا ادوبهم كده على البارد. اهم حاجة زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد ما دابهم هبتدي ان انا اشغل البوتاجاز بقى، وابتدي ان انا اقلب فيها. هتلاقيها مسكت معاكي كده على طول تقلبتين، وهتلاقيها مسكت، ما تطفيش النار. افضلي قلبي لغاية ما تلاقي اللون بتاعها افتحي خالص، لونها بقى فاتح تماما شفاف كده. هتبتدي بقى ان انت تطفي عليها النار وتسيبيها برضو تبرد. بس اهم حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللون بتاعها يكون فتح خالص، تبقى شفافة خالص، ده اهم حاجة. واذا وصلت لغاية هنا ولسه ما حطيتيش اللايك، ما تنسيش بقى اللايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ام عمر، عشان القناة ان شاء الله تكبر بيكم ان شاء الله. تمام كده. هسيبها بقى تبرد معايا، وهنروح على الخلاط بتاعنا. معايا فصين من التوم، ومعايا ربع كوباية زيت، اهم حاجة الزيت بتاعك يبقى نوع نضيف. ومعايا معلقة من الخل، وربع كوباية من اللبن، ومعايا نص ليمونة،
وكوبايه زبادي. وهنا متاح ليكي لو عايزه تحطي بدل الزبادي مايونيز ممكن عادي مفيش مشكله، بس انا عملتها بالزبادي وتحفه جدا والله. ومعايا كمان معلقه ونص صغيرين كده من الملح. وهنا النشا بتاعي كان برد بقى تماما، هنزل بيه في الخلاط وهبتدي ان انا اضرب المكونات بقى دي كلها مع بعضها، وهتبقى معانا بالشكل ده. القوام بعد كده بيتقل معاكي كمان، هو قوامها كده تحفة. وبعد كده كمان بتتقل، كل ما بتسيبيها بتلاقيها تقلت معاكي وانت بتضربيها في الخلاط. لو لقيتي قوامها تقيل عن كده ضيفي لها كمان شوية لبن، مفيش اي مشكلة. معايا بقى هنا العيش السوري، انا كنت شارياه جاهز، ان شاء الله باذن الله هعمله معاكم في فيديو لوحده منفصل. معايا هنا بطاطس شيبسي كنت محمراها، هبتدي ان انا اضيف التومية وعليها البطاطس والخيار المخلل، وهبتدي كمان ان انا احط الشاورما بتاعتي. العيش بقى بيبقى جاي متقفل زي ما احنا شايفينه بالطريقة دي. ابتديت ان انا فكيت الجناب بتاعته، وزي ما اتفقنا هحط نفس الحشوة. لو عايزة تحطي جبنة موتزاريلا ضيفي، انا عملتها بالشكل ده وكانت تحفة. بتمنى تجربيها وبتمنى الفيديو ينال اعجابك ان شاء الله. زي ما احنا شايفين بقى كده هنروح على الجريل برضو بتاعنا يكون سخن، وهبتدي ان انا وهضيف فيه برضو معلقتين من الزيت، وهنزل بالسندوتشات بتاعتي كده يا دوبك تاخد بس شكل الجريل كده. وهنا عمر بقى كان ما شاء الله عليه عمال يرازي فيا وطفيلي في البوتاجاز الله يهديه. تمام بقى معانا بالشكل ده. ما تنسنيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. اللهم بارك، الطعم تحفة 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 بجد. اتمنى تجربيها واتمنى الفيديو ينال اعجابك. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.